اهلا بكم اعزائي المشاهدين. يعني سعاده بالغه من جماهير اسكندريه المحبه لنادي الاتحاد السكندري، اللي هي بتحب نادي الاتحاد السكندري دون انتظار اي مقابل. بتحبه من قلبها فعلا، وهي سعيده بفوز الاتحاد السكندري وتتمنى تكرار الفوز اكثر من مره خلال المرحله القادمه لتواجد نادي الاتحاد في مكان تليق باسم نادي الاتحاد السكندري. وبيحضرني الان واحد من النجوم المتالقه خلال لقاءات نادي الاتحاد في الدوري العام عموما، ولقاءات كافه يعني باتصالي او حديثي بالبرتغاليه مع كريستوفر موبولولو، النجم الانجولي الدولي الكبير، مهاجم الاتحاد والهداف الرائع لنادي الاتحاد السكندري. الراجل بياكد لي ان صبري رحيل من اللاعبين اللي هم بيرتاح جدا معاهم، وبيبقى سعيد جدا لما صبري رحيل يبقى في الملعب وبيعمل له كروسات يقدر يخلص من خلالها. وايضا اشاد بالجانب الايمن ممثل في هشام صلاح. ولكن يمكن انا اتكلمت على هشام قبل كده، اتكلم بقى عن الكي بلاير مفتاح اللعب كابتن صبري رحيل، لان هو لاعب جدير ان هو برضه يبقى متواجد بقوه في نادي الاتحاد كلاعب اساسي. نظره لصبري رحيل اطالب بها من قبل روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري. انظر هذا اللاعب صبري رحيل، بيمتلك الاكسبيرينس، خبره في جانب او بوزيشن او موقع ظهير الجناح الايسر من الاتحاد. كورسات منضبطه رائعه مثمره، لاعب عارف يعني واجبات مركزه كويس جدا جدا جدا. وانا اتمنى لصبري رحيل انه يروح منتخب مصر ان شاء الله خلال المرحله القادمه. ويعني ده نداء او اشاده بيه للمدير الفني البرتغالي ان هو ينظر الى صبري رحيل وتضمه. جربه يا راجل، هو لاعب لمنتخب مصر قبل كده على فكره، ده راجل لعبه للزمالك ولعب النادي الاهلي، وصل المسيره مع نادي الاتحاد السكندري. وصبري من اللاعبين الاوفياء المميزين جدا واللي عارفين قيمه تيشيرت الاتحاد السكندري. فاذا انا بانظر لهذا اللاعب نظره كبيره جدا، وانظر ان هو يجب ان يكون بالفعل عضوا فعالا في المرحله القادمه مع منتخبنا المصري. وطالب كل لاعب الاتحاد السكندري بان تكون الروح القتاليه عليها هي عنوان نادي الاتحاد في المباراه القادمه من تواجد النادي في مكان تليق باسم النادي الكبير نادي الاتحاد السكندري. اسعدوا جماهيركم لان جماهيركم بتحبكم جدا وتحب نادي الاتحاد السكندري جدا جدا. اتمنى لنادي الاتحاد كل التوفيق، واتمنى جمهور اسكندريه ان يبقى سعيد دايما بنادي الاتحاد خلال المرحله القادمه. لم يعد لنا المزيد، في القادم هناك الجديد. تحياتي المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع.